النهاردة بقى نعمل مع بعض ممبار، بس بصوا يعني سكر بجد طعمه رهيب. هنعمله بصوا من الألف للياء، يعني هوريكي ازاي تغسليه وتفلفليه وتنضفيه وتحمريه. هو حوار كبير بس يلا اوريك. بصوا انا هنا جبت ايه، مش الجلدة، جبت الصامولة. الصامولة دي اختراع بجد، يعني الجلدة بتبقى طرية كده، ما بت يعني ما بتمشيش حلو كده زي الصامولة، فاهمة؟ الصامولة بقى هتمشي معانا. بصوا طلعت ايه يعني طلعت البلاوي كلها وفي ثانية. هنحط الصامولة كده يعني في الممبار ونمشي بيها على كله. هتلاقيها في ثانية اتعمل معاكي ونزلت كل حاجة. وبعد ما عملت بقى، انا مرضتش اطول عليك، وبعد ما عملت كل الكمية كده حطيت بتاع معلقتين كبار من الملح مليانين. وحطيت 3 4 ليمونات كده عصرتهم وحطيت قشرهم، ده محلول نقع. وهنسيب بقى فيه الممبار كده، يعني ايه، نقول نص ساعة كده بعد ما نضفناه. خدوا بالكم، الصامولة يا جماعة اختراع بجد، احسن من الجلدة بكتير وانجزت معانا. خلاص، بعد ما هنا ايه يعني سيبناه بقى في محلول النقع وشطفناه. نعمل الخلطة. ده كيلو ممبار، هناخد عليه كيلو بصل وكيلو طماطم. وانا بحب احط ايه، فلفل حراق ورومي، وكيلو الا ربع رز. والخضرة والبهارات بقى معانا ملح وفلفل وبابريكا وماجي وفلفل اسود. تمام كده. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض. احنا قلنا كيلو الممبار بياخد كيلو بصل. يعني بص، هو الممبار بيحب الخضرة والبصل، بجد بيطلع طعمه اختراع. هنحط بقى على النار هنا كده، حطينا بقى شوية زيت كده. واحنا مش هنسبك، احنا بندبل الحاجة بس عشان يطلع طعمها حلو. هنضرب بقى كل الكلام اللي احنا شفناه ده مع بعض، القوطة والبصل والفلفل ضربناه في الكبة. وهننزل كده على النار بقى، يعني يا دوبك ايه، ياخد غلوة كده، مش ولا هنسبك ولا حاجة، يعني البصلة تدبل كده عشان ما يبقاش طعمها ني في الممبار. وهننزل بقى بالبهارات اللي قلنا عليها، ملح وفلفل وماجي، مش عايزة ماجي بلاش، وبابريكا وكمون وكزبرة والسبع بهارات كله نص معلقة. والخضرة بقى غسلناها طبعا حلو وايه وقطعناها. انا بحب الخضرة كتير، يعني الممبار بيحب الخضرة والبصل زي ما قلت. مش عايزين براحتكم. وهنحط بقى ده كيلو ممبار واحنا قطعناه مع بعض كده. حطيت كيلو الا ربع رز. تمام. هنمسك بقى الممبار كده نفتحها. بصوا يعني والله مش هياخد معاكم وقت تعملوه بالطريقة دي، هتنجزوا وبسرعة. يعني هتمسكي كده الواحدة تفتحيها زي ما انا فتحها كده، وتنزلي. وبعدين وهو متقطع بيسهل كتير قوي، يعني نقطعه كده مش هياخد معانا ان شاء الله ربع ساعة، نكون اقل كمان نكون مخلصين الكيلو كله. بصوا بقى، اهم حاجة ان احنا ما نملاش الممبار عشان ما تفرقعش، وفي نفس الوقت يطلع شكلها كده ايه، رفيع وجميل كده زي ما شفتوه في اول الفيديو. هنفتح كده نحشي مع بعض واحدة تانية. هنفتح كده من فوق وننزل بقى ونضغط عليها عشان ما تبقاش ايه، يعني ما تبقاش تخينة. لازم نبططها كده عشان ما تفرقعش مننا. ايوه كده زي ما انتوا شايفين. هنحشي بقى كل الكمية كده مع بعض. يعني خلاص انا هروح احشيها بقى. هنا بقى جبت حلة فيها مية مغلية وحطيت فيها لورا ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود، مش عايزة اكتر من كده، بس ملح وفلفل ولورا. وهننزل بقى بكل كمية الممبار، مع يعني اللي احنا عاملينها ده كيلو. هنزل بيه كده كله. بصوا اول ما حطيته بيقفل على نفسه على طول. وبصوا بقى احنا مرفعينها جدا. بصوا يعني تحس انها مليانة، لو مليتيه عن كده بقى يفرقع في المية. هنسيبه بالظبط نص ساعة، وتختبريه برضو بعد نص ساعة عشان ساعات الممبار بيشد كده، عشان احنا لسه هنحمره. بس انا هنا يعني كان استوى بعد نص ساعة بالظبط. هنطلعه بقى من الشوربة كده ونحمره. بس انا بقى ايه، تقريبا نسيت ان انا اوريكم ان انا بحمره. هو التحمير ما فيهوش حاجة، يعني طاسة زيت وهنحط فيها الممبار وخلاص وهيطلع معانا. بصوا بقى الخلطة مفلفلة وبجد روعة يعني. والله يعني لما تعملي تمشي كده بالترتيب والخطوات مش هياخد منك وقت ان شاء الله. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.